السلام عليكم يا احلى متابعين. النهارده هنتكلم على رمز مهم قوي، هو رمز الحذاء في المنام. رمز الحذاء في المنام بيبقى رمز قوي جدا بالنسبه للرجل او المراه. بيبين لك تفاصيل حياتك، بيبين لك خطوات حياتك، بتبقى رؤى مستقبليه. بيبين لك لو انت بنت عزباء او متجوزه او شاب، لكل المراحل. للعزباء بيبين لك مواصفات الشخص اللي هترتبطي بيه، اذا كان هو مناسب ليكي او مش مناسب. طبعا الواناته بتفرق. المنام بيجي لنا ابيض واسود، لما بيجي لنا الوانات يبقى بيعرفنا المميزات بتاع الشخص اللي هنرتبط بيه. كمان بالنسبه للشاب برضو، ان اذا كان ناوي يشتغل او يسافر او يتجوز. برضو بالنسبه للمتزوجه بيبين على خطوات حياه زوجها او الحمل بتاعها. كل التفاصيل دي هنعرفها في الحلقه باذن الله. بس اي حد عنده رؤيه ومحتار في تفسيرها يكتبها لي اسفل في الكومنت، وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه، وان شاء الله هفسرها لكم. هنبدا هنا وركزوا معايا بقى. هنبدا هنا في تفاصيل الحذاء. اسم الحذاء ده في المنام رغم ان هو اسمه كده، لكن هو له معاني كتيره خالص. ربنا بيبعتها لنا بشاره او انذار او رؤيه مستقبليه. هنعرف ازاي؟ هنعرفه من خلال الحلقه. يعني بشكل عام الحذاء دايما بيرمز للسعي في الدنيا. يعني بيدل مثلا على شغلك او شغلك، والرزق وطريقتك في التعامل مع الناس، وحتى بتكون مستقبلك مع الناس اللي حواليك. يعني لو شفت نفسك بتلبس الحذاء جديد، ده معناه انك انت داخل مرحلة جديدة. ده بشكل عام. ممكن تكون وظيفة جديدة او خطوبة او حتى بداية طريق سفر. هنا بقى هنتكلم على التفاصيل. بالنسبة للست او البنت العزباء، لو شافت نفسها انها لابسة حذاء شيك ومريح، ده معناه بيدل على ان في عريس جاي لها في الطريق، والعريس ده هيكون شخص مناسب جدا لها. اما لو شافت الحذاء واسع او مش على قدها، ده معناه ان في شخص هيظهر لها او شخص هيجي يتقدم لها بس مش مناسب لها خالص. فطبعا بتبقى الرؤية بمثابة استخارة. يا اما الشخص ده هيكون اكبر منها، او مش على نفس التفكير بتاعها، شخصيتها عكس شخصيته. ممكن يكون الشخصية مختلفة خالص. طيب لو احنا شفنا الحذاء ضاع مننا في الحلم، ده معناه ايه؟ معناه ان في فرصة كانت جايالك او جايالك وما حصلش نصيب. بس معناها برضو ربنا بيبعتها لك، عايز يقولك ما تقلقش. دايما في فرص بترجع، بتروح وبترجع تاني، وكل ده في وقته. يعني مثلا هنتكلم بالنسبة للرجل. لو الشاب شاف انه بيشتري حذاء جديد، ده معناه ان هيبدأ اما شغل جديد او سفر قريب. طبعا تفصيل الرؤية على حسب سياق الرأي وحاله. لو هو بيسعى للسفر ده، فده معناه انه هيكون في سفر له. وطبعا الواناته بتدل على نوعية السفر. لو هيبدأ شغل برضو بتدل على الشخصية بتاعت الزوجة او الشخصية اللي هتبقى في المستقبل. ولو الحذاء لونه اسود، فده بيبقى رزق وشغل محترم جدا جاي للشخص ده، للرجل. ولو بني او بيج، فده معناه بيدل على هدوء واستقرار نفسي في الشغل. لو انت جالك شغلانه ومحتار فيها وشفت رؤيه زي دي، اعرف ان الشغلانه دي هتكون كويسه لك، هتبقى فيها راحه بال، هدوء اعصاب لك. انواع الاحذيه بتفرق كتير قوي. يعني مثلا الكوتش الرياضي مش زي الكعب العالي، مش زي الحذاء القديم. مش زي ما تكوني ماشيه حافيه. هنعرف التفاصيل دي كلها مع بعض. يعني لو شفتي الكوتش الرياضي ده، لو انت شاب بيدل على سعيك في الدنيا وتحقيق امنيات ليك كتير جدا. طب بالنسبة للبنت العزباء، ده بيدل على ان هيجيلها شخص مناسب لها. الشخص ده مواصفاته هيكون شخص رياضي، شخص قريب منها في السن، شخص كده هتبقى حابة التعامل معاه. طب بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت الكعب عالي، بتدل على سمعة حلوة له، بيدل على ان الشخص ده من عيلة مرموقة، او بيدل على ان مستقبله كويس. طبعا لون الحذاء بيفرق، لانه ممكن الكعب العالي بيدل عن الشخص هيجي لها كان متجوز قبل كده او عنده ولد. فاهماني؟ فطبعا بنعرفه منين؟ من سياق الرؤية. طيب بالنسبة للحذاء القديم، لو شفتي الحذاء بتاعك قديم ولبستيه، ده معناه بيدل على ايه؟ يبقى فيه بداية رجوع علاقة قديمة، او حد كان في الماضي هيبدأ يظهر لك تاني من جديد. هنا لو شفنا انك ماشية حافية، للأسف بتدل
صعوبة او تعب او تأخير في حاجات كنت مستنياها. هنا هنتكلم على تنظيف الحذاء. لو حلمت انك انت بتنضفي الحذاء بتاعك او الشوز بتاعك، فده معناه انك انت بزوال هموم ليكي، فك كرب ليكي، معناه انك انت بتجهزي لنفسك لفرصه جايالك، في استعداد لفرصه ومناسبه حلوه جايالك. طيب لو بالنسبه للحذاء قديم ولقيتي نفسك بتنضفيه، ده معناه انك انت بتحاولي تصلحي علاقه قديمه كانت فيها مشاكل او فيها توتر في العلاقه، زي علاقة كانت مضايقاكي او شغل كان واقف وبتصلحيه. ممكن يكون صديقة، ممكن يكون اخ، ممكن يكون قريب، ممكن يكون شغل. طبعا تفصيله على حسب سياق الرأي وعلى حسب شخصيته. طب لو شفتي نفسك او شفت نفسك بتشتري حذاء جديد، ده معناه بيدل على رزق جاي لك او مرحلة جديدة زي ما قلنا قبل كده. لكن كمان لازم تشوف نوعه وشكله. يعني مثلا لو شفت الحذاء لونه ابيض، ده بيدل على سلام وخير نفسي. ولو شفته لونه احمر، بالنسبه للبنت العزباء تحذر جدا من اللون الاحمر، بيدل على ان هو يكون مواصفات الشخص ده، بيكون مواصفاته شخص عصبي، غيور، بيحب الدنيا اكتر ما بيحب الدنيا والاخره، فتركز منه يعني. لو لون شفتي الحذاء لونه اسود، بيدل على ايه؟ بيدل على انه يكون في سؤد في الحال، بيدل على انه شخص هيكون متحمل المسؤوليه، تفكيره عالي. دي مواصفات الشخص، هنعرفها ازاي من مواصفات الشخص. هنا بقى لو شفتي نفسك، المقاس بيبقى مهم جدا في المنام. يعني مثلا لو جيتي تشتري حذاء وما لقيتوش على مقاسك، الرؤى دي يا جماعة كأنك بتصلي صلاة استخارة، بتبقى رسالة أو بشارة أو إنذار. لو البنت أو الرجل بيسعى للشغل أو بيسعى للارتباط، والبنت بتسعى للشغل أو بتسعى للارتباط، وشافت نفسها بتشتري حذاء مش مقاسها، بتبقى في حاجة جايالك بس مش مناسبة ليكي خالص. زي مثلا ممكن شغل هتدخلي فيه مش هتكوني مرتاحه له، أو شخص مش مناسب خالص هيدخل حياتك وانتي حاسه ان هو مش هيكون مريح ليكي، فالمنام كده جايلك انذار تخلي بالك. خلاصة الحلقه، الحذاء بيدل على طريق في حياتك او بدايه حياه جديده، او لو واسع او ضيق بيدل على شخص مش مناسب ليكي. لو شفتي نفسك بتنضفي الحذاء، ده استعداد وتجهيز لفرحه داخله عليكي. المشي بالحذاء بيدل على خطوات في حياتك هتكوني ماشيه فيها كويس جدا، خصوصا لو انت ماشيه بسرعه او ماشيه بالراحه بس بحذر. هنا خلع الحذاء مش حلو، بيدل على راحه بعد تعب، او نهايه مرحله جديده في حياتك، او تخلصك من علاقه قديمه. لو حلمتي بحذاء وشفتي شكله حلو او مريح، او شفتيه جديد علشان كده، او شفتيه جديد او شفتيه قديم، ده معناه ان في انك انتي رايحه على طريق لازم تفهمي شفراته. اي حد عجبه الفيديو ما نسينيش بلايك واشتراك في القناه، واي حد عنده رؤيه ومحتاج في تفسيرها يكتبها لي اسفل الكومنت، وانا ان شاء الله هرد عليها بنفسي وهفسرها له. وانتظروني في الحلقه الجايه باذن الله. سلام.